السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في التسعين. الأهلي يعتلي صدارة ترتيب الدوري بعد التعادل مع فيوتشر برصيد 69 نقطة، ويتوقف رصيده في الانتصارات المتتالية عند الرصيد رقم 10، وفيوتشر في المركز الثالث برصيد 58 نقطة. الأهلي وفيوتشر قدموا مباراة كبيرة. الأهلي قدم مباراة في الشوط الثاني في الهجوم، وفيوتشر قدم مباراة قوية جدا في الدفاع وتقفيل على مفاتيح لعب الأهلي. واحنا شفنا ان الاهلي في الشوط الاول كان وحش جدا، وكان خط الوسط بعيد جدا عن خط الهجوم، وكان كهربا مش في حالته ولا خط الوسط عندنا في حالته، لان انت عندك ديانج ومروان عطيه بيقوموا بنفس الادوار الدفاعيه وما عندهمش اللي هي النزعه الهجوميه او صناعه اللعب. وكان علي ماهر قافل كويس جدا على حسين الشحات من الجبهه اليسار، وقافل كويس جدا على تاو من الجبهه اليمين، ومنع اي هجوم من المنطقتين. وطبعا انت كان لازم تخترق من خط الوسط اللي هو القندوسي بيستغل فيه المساحات وانصاف المساحات. والقندوسي مع ان هو قدر ان هو يصنع 4 فرص، بس هو في نوعيه البطء شويه، بيفكرنا برضا عبد العال زمان اللي هو بطيء شويه، وزي قفشه لما كان الجمهور بيعتب عليه كتير في الايام اللي فاتت. طبعا حاجات كتير عند القندوسي لازم تتظبط، ولازم كولر يشتغل عليها كويس، لان هو عمره ما هيقوم بدور حمدي فتحي في الايام الجايه. حمدي فتحي كان حاجه تانية خالص، وكان بيقدر يلعب بدماغه كويس جدا، وكان بيخترق في المساحات الفاضيه وانصاف المساحات كويس جدا. انما القندوسي صعب ان هو يقوم بدوره، فطبعا هو كورته على الارض اعلى من حمدي فتحي وشوطه اعلى من حمدي فتحي، بس طبعا لازم التركيبه تختلف، ولازم كولر يوجد بديل لحمدي فتحي كويس، عشان الايام الجايه انت هتعاني. وانا زي ما قلت، لو مدرب قدر يقفل على كولر في الاطراف، وقدر يمسك مفاتيح لعبه الاطراف اللي هم بيصنعوا معظم الفرص سواء حسين الشحات او تاو، هيقفل مفاتيح لعب الاهلي كامله. ومعاهم كمان مروان عطيه اللي هو بيطلع بالكره كويس جدا من ورا، فطبعا لو قفل على الثلاثه دول هيقفل مفاتيح لعب الاهلي كويس جدا. واحنا شفنا ان الاهلي كان ينقصه واحد بلاي ميكر كويس، اللي هو طبعا قفشه، وقفشه نزل ما اضافش كتير زي المباريات اللي فاتت، كان قفشه عادي زيه زي غيره، ولعب بكريستو لما نزل بتغيير. وطبعا انت خسرت تغيير واحد، انا من وجهة نظري كان غلط، مش القندوسي. انا من رايي ان انت ما عندكش راس حربه، يبقى كهربا يستمر كراس حربه وتاو يلعب في الوينج اليمين، لان تاو بيقدر يصنع فرص كتير. مش مساله ان تاو وحش في راس الحربه، بس تاو وهو في الجبهه اليمين بيقدر يدخل لجوه، ويقدر يصنع فرص كتير، ويقدر ان هو يرقص ويدخل ويعمل، ويقدر يستغل انصاف المساحات اللي هي دايما بتكون فاضيه سواء في الخط الوسط او في الجبهه اليمين. فكده كده ان تاو انت خسرته لما دخل راس حربه، وطبعا اللي نزل مكانه مين؟ طاهر. انا بتكلم في نقطه طاهر، ان كله عمال ينتقد في طاهر، بس احنا لو جينا للصح، لجنه التخطيط اللي عندنا معلش اللي بقالها، انا من رايي انا مع احترامي ليهم وهم قامات كبيره، بس التفكير بتاعهم خلاص تفكير التسعينات اللي هو بقاله فتره كبيره، ويجيبوا لعيبه ما ينفعوش مع سيستم اللعب بتاعت الانديه بتاعتهم. هو نفس الوضع اللي بيحصل في النادي الاهلي، ان طريقه لعب طاهر، محمد طاهر لما كان في المقاولين هو بيعتمد على الهجمات المرتده، وحتى هو ظهر مع موسيماني كان دايما بيلعب على الهجمات المرتده، كان الى حد ما كويس. بس مع الاهلي انت في المساحات الضيقه طاهر ما ينفعش، طاهر بياخد وقت كبير عشان يستلم الكوره وعشان يباصي الكوره. وشوف انت الفرق بين تاو، وشوف الفرق بين طاهر محمد طاهر، هتشوف ان تاو بيستلم الكوره في سنتي او ثانيه، وعندك طاهر محمد طاهر بيستلم الكوره وبيقعد يتاخر كتير عشان يباصيها. ده الفرق بين لعيب كواليتي عالي، وفرق بين لعيب معلش يعني مصطنع، ما ينفعش ان هو يروح ويقدر يرقص والكلام اللي احنا عارفينه، ويقدر ان هو يفيد الفرقه. وابسط الحلول عندك لو جيت تقارن، حتى قارنه باحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بيستلم وتلاقيه بسرعه يرقص، بس مشكلته في الفينش الاخير. دي حاجه ان انت لازم كلجنه تخطيط تبص بيها بعد كده وتفكر فيها. واحنا بنلوم دايما على الصفقات، يعني انت عندك شادي حسين لما جه وانتوا جبتوه وعملتوا الصفقه دي، كنتوا جبتوه ان هو هداف الدوري، وهو نفس سيستم ونفس ستايل ونفس لعب محمد شريف. انت لما كنت بتقيم دايما، يعني في ليفربول لما راحوا يجيبوا محمد صلاح كانوا بيتابعوه قبلها بسنه او قبل كده، فانت كده كده كان لازم تتابع وتشوف سيستم هل هو ينطبق على سيستم اللعب بتاع الاهلي ولا لا. شادي حسين هو نفس محمد شريف، معلش في جمهور متعاطفه معاه، بس هو كده كده اللي محمد شريف بيقدمه هو كده كده شادي حسين بيقدمه. مباراة النهارده اثبتت ان انت محتاج راس حربة قوي جدا، لازم يجي الاهلي في الفترات اللي جايه مهما كان تفكير كولر او خطط كولر.
وطبعا احنا عارفين ان في مباريات الدوري او في مباريات دايما بتكون صعبه جدا ان هي تخلص، ودايما راس الحربه هو اللي بيكون كلمه السر في الوقت ده، ان هو يخطف لك هدف. زي الكور اللي ضاعت كتير النهارده كان هو ممكن يخطف هدف من الكور دي، واحنا شفناها النهارده. راس الحربة في الفترة اللي جاية لازم يكون لعيب قوي بدنيا، حاجة كده زي فلافيو بتاع زمان، بيلعب بدماغه كويس جدا، قوي بدنيا، بيقدر ان هو يساعد اللعيبة اللي هم بتوع خط النص والاطراف ان هم يدخلوا لداخل الملعب، ويقدر يعمل معاهم 1 2 ويقدر يحجز بجسمه كويس. احنا محتاجين نوعية فلافيو مش نوعية حد تاني. وما تفكرش معلش ان محمد شريف هيقدر يقوم بعد كده بالادوار دي او كهربا. احنا واخدين الناس دي او اللعيبة دي لمده معينه، بتنتهي عند فتره معينه اول ما يتحفظ طريقه لعبهم وخلاص هتنتهي. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، ولازم النادي الاهلي ولجنه التخطيط تفكر في الحاجات دي وتبص لبعيد. لان انت دايما بتفكر ان انت لعيب حلو روح هاته وخلاص، لا انت تبص ان ده يفيد الفرقه زي مروان عطيه ولا لا. وقدرت ان انت تجيب بفكر كولر مروان عطيه وقدر ان هو يفيد الفرقه، وزي ما قال كولر انا مش هجيب لعيب عندي زيه. فطبعا شيء طبيعي ان انت لازم تجيب حد كويس واحسن من اللي موجود. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه. اتمنى ان يكون كلامي وصل لحضراتكم بشرح مبسط. انا مش عايز اطول في الحلقه عشان اقدر ان انا اوصل حاجات بسيطه لحضراتكم، ممكن نقط معينه وتفهموها بسرعه، وانا عارف ما شاء الله ان انتوا فاهمين كوره كويس جدا. انا بقول حاجات بسيطه وبختصر الحلقه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. بشكر حضراتكم ومع السلامه في برنامجكم في ال90.